في عالم بقى فيه كل حاجة سريعة، الحكم، الهجوم، حتى التعاطف بقى كله بيتقال في ثواني ويتنسي في ثواني. وسط الزحمة ديت في صوت قرر يمشي عكس الاتجاه، صوت مش بيعتمد على الصراخ لكن بيعتمد على الكلمة وعلى المعنى. ضيفتي النهاردة مش بس بتحكي قصة، دي بتدخل جوه التفاصيل، بتلمس الوجع وبتقرب من الحقيقة من غير ما تجرح ومن غير ما تزور. من روايات بتاخدك لعالم تاني لحد قضايا رأي عام شغلت ناس كتير. هي دايما موجودة بس بطريقتها الهادية واللي ساعات بتبقى أعمق من أي مواجهة. بس خلينا نسأل السؤال اللي محدش بيقوله بصراحة: هل الهدوء ده اختيار ولا حذر ولا يمكن لعبة ذكية؟ وهل الأدب والأخلاق بقت قوة حقيقية ولا مجرد ستار بيخبي وراه حاجات تانية؟ في الحلقة ديت مش هنسمع بس حكايات، احنا هنقرب من المسكوت عنه، هندخل مناطق ما فيهاش تزيين، ما فيهاش مجاملات، ما فيهاش إجابات سهلة. هتشوفوا جانب تاني يمكن أول مرة يظهر بالشكل ده، وهتسمعوا كلام مش معمول عشان يرضي حد لكن علشان يتقال. استعدوا لحلقة مش بتعتمد على الصوت العالي لكن على التأثير اللي بيفضل حتى بعد ما الكلام يخلص. حلقة ممكن تغير نظرتك وممكن تخليك تعيد حساباتك كتير. استنونا وخليكم جاهزين تسمعوا الحقيقة زي ما هي من غير فلتر. معانا ومعاكم أختنا رانيا مجدي. لو الحقيقة الكاملة في قضية من اللي اتكلمتي عنها ممكن تكسر الصورة الهادية اللي الناس شايفاكي بيها، هتختاري تقوليها زي ما هي ولا هتفضلي تحافظي على صورتك حتى لو على حساب الحقيقة؟ طيب أولا أنا مش شخصية هادية، أنا بالعكس أنا شخصية بتفاعل مع القضية بإحساسي وبقلبي. يعني أنا ما بتكلمش عن القضية إلا لو كانت لمسة جانب من جوانب الحياة، أو حاسة إن أنا هقدر أتكلم فيها. لأن أنا مش بتناول أي قضية من الناحية القانونية، أنا بتناول أي قضية من الناحية الدينية، الاجتماعية، الإنسانية. فدايما بختار القضايا اللي أنا أقدر أتكلم فيها من الناحية دي. أنا بشوف إن أي قضية لو هتكلم فيها قانون فده مكانه مش السوشيال ميديا، ده مكانه ساحات المحاكم. لكن أنا لما باخد قضية وعشان أتكلم فيها لازم أشوف إن القضية دي إيه اللي حصل، ليه اتعملت الجريمة دي، طب ايه الخطأ او التأثير اللي حصل عشان المجرم ده يرتكب الجريمة دي. ده اللي انا بتكلم فيه. يعني ناحية كلها عبارة عن إنسانية، تربوية، اجتماعية، دينية، ملهاش دعوة خالص بالناحية القانونية. فطبعا بتأثر، وطبعا المفروض ان انا اكون حيادية وده ما بعرفش اعمله. ساعات بهاجم لو انا شفت ان التقصير ده من اهل الضحية، فانا بهاجم وبقول اللي في قلبي وبقول اللي انا عايزة اقوله. وده يمكن بيخلي ناس كتيرة يقولوا لي مثلا انت جاية على الضحية. انت لا، انا مش جاية على الضحية، انا بتكلم بقناعاتي انا، مش قناعة المتابع. بتكلم باللي انا شايفاه انه كان المفروض يحصل وصح، والأصول والواجب. مش بتكلم بقى من ناحية ان انا ارضي الرأي العام عشان اعلي الريتش او اعلي الفيو او اعلي الناس اللي هتعمل لي كومنتات او لايك او متابعة. انا دايما بتكلم فيها على حسب انا شايفة ايه، انا بربي ولادي على ايه. لما حد يسمع البث بتاعي او القضية اللي انا هتكلم فيها يبقى عارف ان انا بتكلم عشان انا خايفة على ولادنا كلهم، مش بتكلم فيها علشان خاطر هي قضية عاملة ترند. هي دي مشكلتي، ان انا مش بعرف اكون الشخصية الهادية. لا، ساعات كتيرة جدا بنفعل وبرد ردود ممكن تكون الناس بتشوفها ساعات قاسية. ودي طبيعتي، ان انا ما بعرفش ان انا اكون اعلامية محايدة زي ما بيقولوا. لا خالص، انا بتكلم بقناعاتي اللي انا عايزة اقولها واوصلها للناس.